كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. نتحدث اليوم عن زعيم وطني ومناضل ثوري، وأيضا صاحب ثقافة موسوعية. نشأ وتربى في بيت أساه التعليم وحفظ القرآن، كما هو حال أغلب البيوت الإريترية. إنه المناضل عثمان صالح سبه، الذي ولد في عام 1931 في منطقة حرقيق. حفظ القرآن الكريم مبكرا، ثم حوله والده إلى فقيه القرية حتى ينهل العلم، وبعدها ذهب إلى مدرسة حرقيق للدراسة، ثم بعث إلى أديس أبابا مع 10 من الطلاب الآخرين، وذلك لدراسة المرحلة الثانوية، وقد تخرج منها بتقدير ممتاز. اشتهر منذ الابتدائي بالجد والانكباب على العلم والدراسة، كما أنه كان شجاعا وجريئا، وكان صاحب ذاكرة قوية، وأيضا امتاز بحسن الإلقاء وتصدره للمواقف، لذا نال استحسان الجميع مبكرا، وكان شخصية بارزة ومعروفة. قام ببناء شبكة علاقات واسعة خلال دراسته في أديس أبابا أو مع أبناء القرن الإفريقي عموما، وتطورت هذه العلاقات إلى تكوين جمعية سرية. عرفت هذه الجمعية باسم العروة الوثقى. كان هدفها الدفاع عن أبناء الحبشة والنضال لمصلحة القوميات المضطهدة. بعدها تخرج من كلية المعلمين وعاد إلى حرقيق، وتم تعيينه كأستاذ في مدرسة، وبعد مدة قصيرة أصبح المدير. فقام من خلال موقعه بحث الإريتريين على العلم والتعلم، كما أفسح المجال للطلاب الفقراء، وتبرع أيضا من مخصصه الشهري للطلاب وأنشأ لهم الداخليات. وقام بزيارة السودان في عام 1957، وتكللت زياراته بعدد من النجاحات الملموسة، كان أهمها الموافقة على استيعاب الطلاب الإريتريين في عدد من المعاهد والمدارس السودانية، وأيضا توفير مقاعد ومنح مجانية لهم، بالإضافة إلى تسهيل سفرهم إلى مصر من أجل التعليم. وبسبب هذه الإنجازات أصبحت العيون عليه من قبل المستعمر، مما جعله يقرر بمغادرة بلدنا الحبيبة إريتريا. وفعلا خرج من البلد حزينا ومجبرا، فوصل إلى اليمن الشقيق ونزل بها فترة من الزمن. توجه بعدها إلى السعودية واستقر في جدة، والتقى عثمان سبه في جدة بالقائد إدريس محمد آدم، واتفقا على مواصلة العمل النضالي. فاستمر سبه في السعودية، وغادر آدم إلى القاهرة، وتكللت جهودهم بالنجاح، حيث تكونت جبهة التحرير الإريترية، وتم تعيين القائد عثمان سبه سكرتيرا للعلاقات الخارجية، فلعب دورا مهما في تنسيق العلاقات مع الدول، وبالأخص المحيط الإسلامي والعربي لدولتنا الحبيبة. ولا ننسى دوره الإعلامي، حيث غذى المكتبة الإريترية مجموعة من الكتب والمؤلفات، وكان من أشهرها تاريخ إريتريا وجهودنا من أجل الوحدة. وصلت رحلة القائد سبه إلى نهايتها، حيث توفي في القاهرة بعد عملية جراحية أجراها في العام 1987، ودفن جسده الطاهر في مقابر مراغنا بالخرطوم، رحمه الله رحمة واسعة. تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحات